تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك: مين يعوض غياب مروان عطية؟ مين يبدأ باك يمين؟ التشكيل المتوقع والأفضل للأهلي: في حراسة المرمى مصطفى شوبير، باك يمين عمر كمال لأن عمر كمال قدم مستوى جيد جدا قدام زد، وعندك محمد هاني هيلعب مباراة مازيمبي في أفريقيا. إذا عمر كمال الأفضل إن نبدأ بيه، وهيكون ورقة رابحة بالنسبة للأهلي من ناحية اليمين. قلبين الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم. باك شمال علي معلول إن شاء الله يكون جاهز. مروان عطية طبعا مش هيلعب. نبدأ بأكرم توفيق في مركز رقم 6، وده لأن احنا عندنا غيابات كتيرة في نص الملعب، وأكرم توفيق يقدر يحل لك أزمة مركز الديفندر، يقدر يقفل العمق قدام دفاعات الزمالك. قدام منه على اليمين السولية، قدام منه على الشمال أحمد نبيل كوكا. نلعب في الجناح اليمين طاهر، مدام طاهر هيلعب ما يلعبش غير جناح يمين، ورضا سليم يلعب جناح شمال، لأن ورقة رابحة لقينا إن رضا سليم يكون هو قدام علي معلول. قوة رضا سليم في المكان ده. راس الحربة أسامة أبو علي، ولازم نعتمد على أسامة أبو علي في التسديدات لأن ده سلاح الأهلي